حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن فيلم وول تو وول بطولة كانج هانيول. بالرغم من حالة الغموض والرعب اللي موجودة طول أحداث الفيلم، إلا إن الفيلم بيتكلم عن مشاكل كتير جدا بتقابل الناس سواء في كوريا أو في أي مكان في العالم. من ضمن الحاجات دي هي فكرة الجري ورا الاستثمار والفلوس والفرص بشكل جنوني ممكن يقضي على حياة الإنسان نفسه وهو بيجري ورا الحاجة دي. وفي فيلمنا البطل بيدور على فرصة استثمار عقاري في قلب العاصمة. المشكلة كلها بتبدأ لما بيحصل ركود عقاري وإن المباني دي كلها ما بتتباعش، على عكس ما كان متخيل انها فرصه استثماريه كبيره. المشاكل بتزيد لما في يوم بيصحى على ازعاج مرعب، صوت في كل اتجاه اكن البيت بيتهد عليه. لكن الاغرب لما بيكتشف ان جيرانه بيتهموه ان هو اللي بيعمل الصوت ده عشان يزعجهم. الموضوع بيزيد بشكل جنوني لدرجه خلته مش قادر يعيش. وهنا نقطه جديده من النقط اللي الفيلم مركز عليها، فكره الخصوصيه. بالرغم ان دي حاجه تبان جانبيه في الاحداث، الا انها الجوهر الحقيقي اصلا للموضوع. فكره الاربع حيطان اللي الواحد عايش فيهم دول بيمثلوا ايه اصلا؟ ومع توالي الاحداث والمشاكل اللي بتحصل له مع جيرانه بينهار تماما وبيضطر ان هو يرهن البيت ده عشان يستثمر في حاجه تانية ممكن تكسبه فلوس يقدر يعيش بيها ويدفع الديون اللي عليه. لكن بدايه النهايه بتكون لما بيخسر كل الاستثمارات بتاعته، ومعنى كده انه خسر حتى البيت اللي عايش فيه. فبيبتدي يدور ورا كل اللي حصل له، ازاي بدأ ومين السبب فيه. الفيلم مش بالتعقيد المبالغ فيه زي فيلم مثلا زي فورجوتن، لكن في مجمله الفيلم جيد ومشدود جدا. تقييمي للفيلم 7.5 من 10، وانصحكم بمشاهدته. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.